مشاريع لوجستية متقدمة تعزز طموح المغرب ليصبح محوراً تجارياً عالمياً. في السنوات الأخيرة برز المغرب كأحدى أهم المعصات اللوجستية الصاعدة على مستوى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، مدفوعاً برؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحويله إلى مركز عالمي للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير. ويأتي هذا التحول في سياق التنافس الدولي المتسارع على سلاسل الأمداد، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدها العالم في مرحلة ما بعد الجائحة، وارتفاع الحاجة إلى مراكز بديلة وموثوقة قادرة على ضمان انسيابية التجارة الدولية. وتشكل استراتيجية تطوير القطاع اللوجستي المتكامل إحدى أبرز الركائز التي تعتمد عليها المملكة المغربية لتسريع نسق الاستثمار ورفع تنافسيتها الاقتصادية، وخصوصاً بعد إطلاق مشاريع موانئ كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، ميناء الناظور غرب المتوسط، وميناء الداخل الأطلسي، إلى جانب شبكة طرق وسكك حديدية وجوية متقدمة. واليوم تستعد البلاد لمرحلة جديدة أكثر طموحاً تقوم على 3 محاور أساسية: إنشاء منطقة لوجستية حرة، تطوير خدمات القيمة المضافة، وأحداث مركز إقليمي متكامل للخدمات اللوجستية الباردة. أولاً، إنشاء منطقة لوجستية حرة، منصة جديدة لمنافسة كبريات الموانئ الدولية. يعد إنشاء منطقة لوجستية حرة خطوة محورية في مسار تطوير القطاع اللوجستي بالمغرب، حيث ينتظر أن تتحول هذه المنطقة إلى قلب نابض للحركة التجارية الإقليمية والدولية، وجاذب رئيسي للشركات العالمية العاملة في المجالات المرتبطة بالتخزين والتوزيع وإعادة التعبئة والتغليف. وتتميز هذه المناطق الحرة بإعفاءات ضريبية وجمركية تمنح المستثمرين ميزات تنافسية عالية، مما يجعلها بيئة مثالية للشركات متعددة الجنسيات الراغبة في تقليص كلفة العمليات وتعزيز سرعة وصول المنتجات إلى أسواق أوروبا وأفريقيا. كما توفر المنطقة اللوجستية المقترحة فضاءً صناعياً حديثاً مجهزاً بكل البنيات الأساسية المتطورة، مثل المستودعات الذكية، مخازن الحاويات، شبكات الربط الكهربائي والمائي، وأنظمة الأمن والمراقبة المتقدمة. وتشير المصادر الاقتصادية إلى أن المنطقة الحرة الجديدة ستسهم في خلق آلاف فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، خصوصاً في مهن المناولة والتوزيع والتعبئة والتغليف، إضافة إلى الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي الذي يطل على أهم المعابر البحرية في العالم. كما ستدعم هذه المنطقة دور المملكة كمركز عبور رئيسي هاب لعدد من الشركات الأوروبية والأسيوية الباحثة عن منافذ جديدة للأسواق الأفريقية الواعدة. ثانياً، تطوير خدمات القيمة المضافة نحو لوجستيك ذكي يرفع القيمة الاقتصادية للصادرات. لا يقتصر طموح المغرب على توفير مناطق للتخزين والمناولة فحسب، بل يتجه بقوة نحو تعزيز خدمات القيمة المضافة التي أصبحت جزءاً جوهرياً في سلاسل الإمداد الحديثة، حيث ترفع هذه الخدمات القيمة الاقتصادية للمنتجات قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية. وتشمل هذه الخدمات عمليات التجميع النهائي فاينل أسامبلي، وهي عمليات صناعية خفيفة يتم فيها تركيب أجزاء بسيطة لإكمال المنتج قبل شحنه إلى الوجهة النهائية، وهي تقنية تعتمدها كبريات الشركات في قطاعات الإلكترونيكس وقطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية. كما تشمل الخدمات عمليات الفرز والتصنيف التي تنفذ اعتماداً على أنظمة ذكية وروبوتات حديثة، مما يسمح بتقليص الأخطاء البشرية وتسريع وتيرة العمل. أما على مستوى الملصقات والمعايير الدولية، فسيتم تطوير وحدات متخصصة في إعداد المنتجات وفق متطلبات الأسواق الخارجية، خصوصاً الأسواق الأوروبية التي تفرض شروطاً صارمة على التعليب والتوسيم وجودة التغليف. وفي هذا الإطار ستتولى مختبرات مراقبة الجودة داخل المنطقة اللوجستية مهمة التأكد من مطابقة السلع للمعايير الدولية إيزو والمعايير الأوروبية، مما يقدم ضمانات إضافية للمستوردين ويعزز ثقة الشركاء التجاريين. وينتظر أيضاً أن تسهم هذه الخدمات في دعم المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول لوجستية متكاملة تساعدها على تقليص التكاليف وضمان الوصول السريع إلى الأسواق الخارجية، وبالتالي تعزيز تنافسيتها الدولية. ثالثاً، مركز إقليمي للخدمات الباردة رافعة جديدة للصادرات الغذائية والطبية. يمثل قطاع الخدمات اللوجستية الباردة أحد المحاور الأساسية في تطوير التجارة الحديثة، لما له من أهمية في ضمان جودة وسلامة المنتجات التي تتطلب درجات محددة من الحرارة أثناء النقل والتخزين،
وفي هذا السياق يطلق المغرب مشروعاً طموحاً لإنشاء مركز إقليمي متكامل للخدمات الباردة سيصبح الأول من نوعه في المنطقة المغاربية وغرب إفريقيا. هذا المركز سيخدم عدة قطاعات أهمها المنتجات الغذائية والزراعية كالخضروات والفواكه الطازجة، الأسماك والمأكولات البحرية التي تعد من أهم صادرات المغرب، القطاع المادي والدوائي وخاصة اللقاحات والمستلزمات التي تحتاج إلى درجات حرارة دقيقة، المنتجات الزراعية القابلة للتلف كالورود والأعشاب الطبية والعطرية. وسيتم تجهيز هذا المركز بتقنيات تبريد متقدمة وأنظمة تحكم رقمية تسمح بضبط درجات الحرارة والرطوبة وفق معايير دولية، إضافة إلى مستودعات مخصصة للشحن الجوي والبحري والبري لضمان سرعة التسليم. كما سيستفيد هذا المشروع من الموقع الاستراتيجي للمغرب وقربه من الأسواق الأوروبية، مما يتيح للشركات العالمية اعتماد المملكة كجسر أساسي لتوريد منتجاتها إلى أوروبا وأفريقيا. ومن المتوقع أن يسهم المركز في تقليص الهدر الغذائي وتحسين جودة الصادرات الزراعية ورفع تنافسية المغرب في الأسواق الدولية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الفارشة والمواد الطبية ذات الحساسية الحرارية العالية. مشروع متكامل يعزز مكانة المغرب في سلاسل الإمداد العالمية. إن الجمع بين منطقة لوجستية حرة وخدمات قيمة مضافة ومركز للخدمات الباردة سيخلق منظومة لوجستية متكاملة تجعل من المغرب نقطة تحول رئيسية في الخريطة التجارية الإقليمية والدولية. فهذا النموذج المتقدم سيمكن المملكة من رفع صادراتها إلى أوروبا وإفريقيا بمعدل قياسي، جذب استثمارات كبرى في قطاعي الصناعة والخدمات، خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات المناولة والخدمات التقنية، تحويل الموانئ النطنية إلى منصات عبور رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية، تعزيز استقلالها التجاري والاقتصادي وتوسيع شبكة شراكاتها الدولية. كما تتكامل هذه المشاريع مع التطور المستمر للبنيات التحتية الوطنية مثل الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات ومحطات الشحن، إضافة إلى الرقمنة المتسارعة للخدمات الإدارية والجمركية، مما يجعل المغرب من أكثر الدول الإفريقية جاهزية للتحول اللوجستي الكبير. خاتمة: المغرب يستعد لمرحلة جديدة من الريادة اللوجستية. في ظل التحولات الدولية المتسارعة، يسعى المغرب إلى تثبيت موقعه كمنصة تجارية ولوجستية عالمية مدفوعاً باستثمارات ضخمة ورؤية استراتيجية متقدمة. ويبدو أن المشاريع الجارية في مجال اللوجستيك ليست مجرد تحسينات تقنية، بل هي جزء من رؤية اقتصادية كبرى تجعل من المملكة لاعباً أساسياً في التجارة العالمية والسلاسل الإمداد الحديثة. ومع اكتمال هذه المنظومة اللوجستية المتكاملة، ستتغير خريطة التوزيع في المنطقة، وسيصبح المغرب أكثر قدرة على استقطاب الشركات الدولية وأكثر جاهزية للتنافس مع كبريات المنصات العالمية مثل سنغافورة ودبي وروتردام. إنها بداية مرحلة جديدة من الريادة الاقتصادية تخطو إليها المملكة بإصرار وثقة وسط إشهاد دولي متزايد على قدرتها على الابتكار والتحديث واستشراف المستقبل.